تعالوا نكمل مع الحكاية اللي ابتديناها مع بعض عن كرة القدم وكأس العالم، ونعرف إزاي رجعت البطولة بعد الحرب العالمية التانية وإيه اللي حصل بعد ما رجعت تاني. خلونا نشوف مع بعض تفاصيل الجزء التاني من سلسلة كأس العالم. سنة 1950 كانت الدنيا كلها على موعد مع بطولة استثنائية، كأس العالم في البرازيل. البطولة دي بالذات ليها طابع خاص جدا، لأنها أول بطولة بعد 12 سنة توقف بسبب الحرب العالمية التانية. آخر مرة اتلعبت فيها كانت في فرنسا سنة 1938، وبعدها الدنيا اتقفلت. لما الحرب خلصت، الفيفا قال لازم نعوض الجماهير ونرجع الكاس من جديد. بدأوا يدوروا على دولة تستضيف البطولة، بس أغلب أوروبا كانت لسه خارجة من الحرب، مدمرة ومفيش موارد، لحد ما البرازيل دخلت على الخط وقالت إحنا نستضيف، بس البطولة تتأجل لسنة 1950 بدل 1949، وفعلا اتفقوا. هنا بدأ التحدي، إزاي نقنع المنتخبات تيجي؟ أهم منتخب وقتها كان إيطاليا، آخر بطل للعالم، بس إيطاليا كانت مدمرة بعد الحرب ومش مصدقين إنهم يقدروا يشاركوا. في الآخر الفيفا اضطر يدفع تكاليف سفرهم وإقامتهم عشان يجوا. ألمانيا واليابان لا، كانوا تحت الاحتلال وممنوعين يشاركوا. المفاجأة الكبيرة حصلت في النهائي، أكتر من 200 ألف متفرج حضروا في ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، وده لحد النهاردة أكبر حضور في تاريخ نهائي كأس العالم. البرازيل صاحبة الأرض كانت واثقة أنها هتاخد الكاس، لكن الأوروجواي عملت المفاجأة اللي العالم كله اتكلم عنها واتسمت ماراكانازو. الأوروجواي خطفت البطولة وفازت بالكاس للمرة التانية في تاريخها بعد ما كسبت البرازيل 2-1. البطولة دي مشهورة كمان بالانسحابات الكتيرة. فرق زي الأرجنتين، بيرو، إكوادور انسحبوا قبل ما البطولة تبدأ. فرق تانية زي الهند كان المفروض تلعب بس انسحبت لأسباب مالية وتنظيمية. والحدوتة الشهيرة إنهم اتمنعوا يلعبوا حفة مش حقيقية زي ما اتقال. وفي الآخر البطولة بدأت ب13 فريق بس، اتقسموا على 4 مجموعات، واللي كتب التاريخ وقتها كان منتخب الأوروجواي. كان هداف البطولة برصيد 9 أهداف، البرازيلي أديمير ماركيز دي منزيس. كأس العالم سنة 1954 كانت البطولة الخامسة في تاريخ الكورة، واتلعبت في سويسرا. المدهش إن البلد دي تم اختيارها في نفس اليوم اللي أعلنوا فيه عن استضافة البرازيل لبطولة 1950، لأنها كانت الدولة الوحيدة اللي قالت إحنا جاهزين نستضيف. البطولة دي اتشهرت بحاجة مميزة جدا، أعلى معدل أهداف في تاريخ كأس العالم. تخيل إن المتوسط كان 5.38 هدف في الماتش الواحد، وده رقم ما حصلش قبل كده ولا اتكرر. كمان اتغير نظام البطولة، 16 فريق اتقسموا على 4 مجموعات، واللي ياخد المركز الأول والتاني في المجموعة يوصل للدور اللي بعده. النهائي الكبير اتلعب في ملعب وانغتورف في مدينة بيرن السويسرية، واللي حضروا حوالي 64 ألف متفرج. الماتش كان بين ألمانيا الغربية والمجر. كل التوقعات كانت إن المجر هي اللي هتفوز، لأنهم وقتها كانوا بيلعبوا كورة جبارة ومحدش قادر يقف قدامهم. لكن المفاجأة حصلت، الألمان عملوا إنجاز تاريخي وفازوا 3-2 وخدوا أول لقب ليهم في كأس العالم. بعد الفوز ده الألمان سموا الماتش ده بالمعجزة في بيرن، Das Wunder von Bern، على اسم العاصمة السويسرية اللي شهدت الحكاية دي. وفعلا كان يوم تاريخي غير مسار الكرة الألمانية للأبد. المجري ساندور كوتشيش كان الهداف برصيد 11 هدف. بطولة كأس العالم سنة 1958 كانت النسخة السادسة من عمر البطولة، واللي اتلعبت في السويد. المرة دي كانت مختلفة جدا، لأنها أول وآخر مرة في التاريخ منتخب من بره أوروبا ياخد الكاس وهو بيتلعب على أرض أوروبية. أكتر من دولة كانت مرشحة تستضيف البطولة زي الأرجنتين وتشيلي والمكسيك، لكن في الآخر وقع الاختيار على السويد من بدري جدا سنة 1950. البطولة دي كمان كانت مميزة لأنها أول بطولة كأس عالم يبقى ليها تغطية تلفزيونية عالمية، بس مش كل الناس قدرت تشوفها. دول شرق أوروبا ما كانوش جاهزين للبث المباشر وقتها،
ومن الحاجات الغريبة اللي حصلت إن المنتخبات الأربعة البريطانية إنجلترا، اسكتلندا، ويلز وإيرلندا الشمالية شاركوا كلهم سوا لأول مرة وآخر مرة في كأس العالم. لكن إنجلترا وقتها كانت متأثرة جدا بكارثة ميونخ الجوية اللي حصلت في فبراير، واللي راح ضحيتها لعيبة كتير من مانشستر يونايتد. النهائي الكبير اتلعب في ملعب راسوندا في مدينة سولنا السويدية، اللي كان بياخد حوالي 35 ألف متفرج. يوم 29 يونيو 1958 منتخب السويد أصحاب الأرض واجه منتخب البرازيل اللي كان فيه نجوم كبار زي فافا، غارينشيا، زاجالو، وكمان الولد الصغير وقتها اللي عنده 17 سنة بيليه. السويد بدأت الماتش بهدف بدري، لكن البرازيل قلبت الطاولة وكسبت 5-2. بيليه عمل ماتش تاريخي وسجل هدفين وأعلن نفسه للعالم كله، ودي كانت أول مرة البرازيل تاخد كأس العالم. نظام البطولة كان برضو مختلف شوية. لو فريقين متعادلين على المركز الثاني كانوا بيلعبوا ماتش فاصل، وده حصل مع كذا منتخب زي إيرلندا الشمالية ضد تشيكوسلوفاكيا، والمجر ضد ويلز، وإنجلترا ضد الاتحاد السوفيتي. اللي كسبوا الماتشات دي طلعوا على الدور اللي بعده. أما التعادل بين المركز الأول والثاني فكان بيتحسب بفارق الأهداف، زي ما حصل بين فرنسا ويوغوسلافيا، ولما تساووا في النقاط فارق الأهداف زائد 4 أهل فرنسا. وبالمناسبة فرنسا كمان كانت عاملة بطولة قوية جدا، ومهاجمها جاست فونتين سجل أهداف كتير وخد لقب الهداف التاريخي للبطولة دي ب13 جول، رقم لحد دلوقتي محدش كسره. كأس العالم 1962 كان النسخة السابعة، واتلعب في تشيلي من 30 مايو لحد 17 يونيو. والسبب إن البطولة راحت لأمريكا الجنوبية المرة دي إن النسختين اللي قبلها كانوا في أوروبا، وكان في خوف من إن منتخبات أمريكا اللاتينية تقاطع البطولة زي ما حصل قبل كده سنة 1938. المنافسة كانت بين الأرجنتين وتشيلي على الاستضافة، لكن رئيس اتحاد الكرة تشيلي كارلوس ديتبورن قلد الطاولة عليهم بخطابه الشهير اللي ختمه بجملة إحنا ما عندناش حاجة، عشان كده لازم يكون عندنا كأس العالم. وفعلا اللجنة اختارت تشيلي. لكن قبل البطولة بسنتين، سنة 1960 حصل زلزال ضخم جدا اسمه زلزال فالديفيا، وده أقوى زلزال اتسجل في التاريخ بقوة 9.5 ريختر. الزلزال دمر البنية التحتية، فبدل ما البطولة تتلعب في 10 ملاعب بقوا 4 بس. الموضوع خلى الصحافة الإيطالية تسخر من تشيلي وتتهمها بالفقر والتخلف، وده ولع الدنيا قبل ما البطولة تبدأ. الموضوع انفجر في ماتش اتسمى بعد كده معركة سانتياغو يوم 2 يونيو بين تشيلي وإيطاليا. الماتش كان عنيف جدا، طرد لاعبين من إيطاليا، الحكم غض الطرف عن لعيبة من تشيلي، وصل الأمر لخناقات وضرب وبس، والشرطة نزلت الملعب أكتر من 3 مرات. في الآخر تشيلي كسبت 2-0. أما البرازيل فرغم إصابة بيليه، غارينشيا شال المنتخب على كتفه وقادهم للنهائي ضد تشيكوسلوفاكيا. الماتش اتلعب في استاد تشيلي الوطني، والبرازيل فازت 3-1 وخدت اللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي. هداف البطولة كان اللاعب لتشيلي ليونيل سانشيز ومعاه 5 أهداف. شارك اللقب مع كذا لاعب تاني لكن هو كان أبرزهم. كأس العالم سنة 1966 كان النسخة الثامنة، واتلعب في إنجلترا من يوم 11 يوليو لحد 30 يوليو. إنجلترا كسبت شرف التنظيم قدام ألمانيا الغربية وأسبانيا. المرة دي ظهر أول تميمة في تاريخ كأس العالم، كان اسمها الأسد ويلي. بس البطولة بدأت بحكاية غريبة جدا. يوم 20 مارس 1966 الكاس نفسه جوليس ريميت اتسرق من معرض في لندن، وبعد أسبوع لقوه ملفوف في جورنال تحت سور جنينة في ضاحية نورود، واللي اكتشفوه كان كلب اسمه بيكلز. البطولة دي كمان حصل فيها أزمة كبيرة. منتخبات أفريقيا وآسيا قرروا يقطعوا التصفيات ما عدا كوريا الشمالية، عشان كانوا شايفين إن الفيفا ظلمهم. إزاي؟ أوروبا واخدة 9 مقاعد، أمريكا الجنوبية 4، وأفريقيا وآسيا مع بعض أخدين مقعد واحد بس. النهائي التاريخي كان يوم 30 يوليو على استاد وامبلي في لندن قدام تقريبا 97,000 متفرج. الماتش جمع إنجلترا وألمانيا الغربية. بعد ما الوقت الأصلي خلص 2-2 راحوا للأشواط الإضافية. إنجلترا كسبت 4-2 وأخدت اللقب الوحيد ليها لحد النهاردة.
العجيب إن الجون الأشهر في النهائي اللي اتحسب إنجلترا لحد دلوقتي يتقال عليه الجون الشبح، عشان الكرة ما عدتش خط الجون بالكامل. وفي الآخر هداف البطولة كان البرتغالي أوسيبيو ب9 أجوال، وأفضل لاعب كان الإنجليزي بوبي تشارلتون.